يا تقطعيها كده زي الجاتوه يا اما مثلثات. كيكه. بصي الجمال والحلاوه، تحفه وكلها غرقانه شوكولاته. كيكه بدون بيض وبدون لبن. بصي وموفره جدا وتعمليها كلها، ما كلفتنيش وكل حاجه من البيت. تعالوا نشوف عملناها مع بعض ازاي بكل سهوله. هنا مقاديري حطيت ايه؟ كوبايه سكر ونص كوبايه كاكاو، واقلبهم مع بعض كده زي ما انتم شايفين. قلبنا السكر والكاكاو مع بعض. هنزل بكوبايه ونص من الميه المغليه ونقلب مع بعض تاني. لازم الميه تكون مغليه، مش ميه بارده ولا من الحنفيه ولا دافيه، ميه من الكتل. هقلب كويس جدا واقولك هنعمل ايه دلوقتي. وهنا بعد ما قلبت كويس زي ما انتم شايفين السكر داب، اتاكدت اللي هو داب. هنزل بنص كوبايه زيت وفانيليا ومعلقه خل. وهنا معايا كوبايتين ونص دقيق وعليهم كيس بيكنج باودر. هنخلهم كويس جدا وهنزل بيهم على الخليط ونقلبه مع بعض، ومشغلين الفرن على درجه حراره 180. هنا بعد ما نخلت الدقيق وحطيت البيكنج باودر، طبعا بصي الكوبايه اللي انتي بتعملي بيها بتعايري بيها كل حاجه، والدقيق كوبايتين ونص، ما تحطهمش مره واحده. يعني بصي حطيهم تدريجيا كده لحد ما تلاقي القوام اللي انتي عايزاه وتمام جدا. ادهني بقى صينيه سمنه وعفريها بشويه دقيق، وعلى فرن متشغل. طبعا اي كيكه احنا قايلين الفرن بيبقى شغال من قبلها. ده القوام اللي انا عايزاه. هو ممكن ايه محتاج معلقتين دقيق تاني، وهدخلها الفرن. الفرن بيبقى شغال على درجة حرارة 180. تمام. وصوص الشوكولاتة طبعا مش هجيب طريقته لان كلكم عارفينه. وهنزين بيه في الاخر الكيكة. طبعا دي كيكة اقتصادية للي عندهم حساسية من البيض، وحتى لو ما عندهمش حساسية عشان البيض غالي تقدري مثلا لو مش عندك بيض عايزة تعملي حاجة حلوة لولادك، دي هتبقى حلوة جدا. وهنشوفها في نهاية الفيديو. شكلها وطعمها بيبقى في منتهى الجمال. ده القوام بعد ما عملت معلقتين دقيق تاني. بصي ده القوام اللي انا عايزاه. يلا ندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تستوي هنزينها مع بعض ازاي. اهي بعد ما خرجت من الفرن، بصوا جميله وريحتها تحفه جدا. هستنى شويه لحد ما تبرد واحط لها الصوص واوريكم الشكل النهائي. صوص الشوكولاته سهل جدا وبسيط. كله في الخلاط. هتضربي كوبايه لبن، كوبايه سكر، كوبايه زيت، كوبايه نص كوبايه كاكاو خام، وكوبايه لبن، وتضربيهم حلو جدا. هيديكي صوص شوكولاته حلو قوي. ده اللي هنزين بيه الكيكه الاقتصاديه الجميله، طعمها فعلا في منتهى الجمال. وده شكلها النهائي بعد ما زيناها بحاجه بسيطه كده، مكلفتناش خالص، كل حاجه في البيت اهي. طعمها تحفه جدا وهشه وبتبقى جميله جدا. جربوها بنفس الطريقه وان شاء الله تعجبك. سلام عليكم.